السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه ديال لا كريم بلا فران. حلوه اللي صراحه بنينه بزاف، لذيذه، كتجي سهله وسريعه. غير جربوها ان شاء الله غتولي معتمد عندكم هذه الطريقه اللي غنشارك معكم اليوم، لانها طريقه سهله وناجحه باذن الله. اول حاجه عندي هنايا الجينواز غير ديال المقله، ماشي ديال الفران وبلا بيض. هاد الطريقه كنت شاركتها معكم تقريبا واحد 5 سنين. هذه طريقه اللي ناجحه وكونوا متيقنين اذا جربتوها غتولي ملي تبغيو تحضروا الحلوه ديال الكريم ما غتنساو نهائيا شي حاجه سميتها الجينواز. بالنسبه لهذا الكيك كيوجد دغيا تقريبا 10 ديال الدقائق قدو طيبوه، كيطيب بسرعه غير في المقله كيف ما قلت لكم. عندي 2 الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه ديال الدقيق اللي من الاحسن يكونوا مغربلين، وعندي 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، ومن الاحسن او ضروري يكون من النوعيه الجيده. اللي كيكون من النوعيه الجيده هو اللي كيكون اللون ديالو بني. غادي ندير هنايا تقريبا واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نستعمل الفانيلا كنكهه، وغادي ندير هنايا تقريبا واحد الكيس ديال الخميره ولا كيسونس. انا صراحه درت غير كيس، نتوما يمكن لكم ديروا كيس فانيس هكا باش تجيكم دوك الطبقات مرتفعين يتنفخوا بزاف. صافي غادي ندير الخليط، نخلط دوك النواشف هما الاولين. عاد من بعد غادي ندير 2 الكيسان ديال الحليب. كنديروا الحليب هو الاول، عاد في الاخير كنضيف كاس ديال الزيت. ما نديروش الزيت على دوك النواشف باش هكا ما يتكركبوش لينا دوك الحبيبات هكا ديال الدقيق. صافي وانا كنخلط كيف ما لاحظتوا الخليط كيكون هكا شي شويه ثقيل، غير بالطراب اليدوي ما غتحتاجوا نهائيا لا طراب كهربائي، غير بالطراب اليدوي غتخدموها. غادي ناخذ هنا واحد الزليف اللي تقريبا يكونوا قد عيني ميزانين. نحاول هذاك الخليط نقسموه على 3، لاننا كل طبقه ديال الكيك غادي نطيبوها هكا بوحدها. صدقوني راه ما غاديش ياخذوا منكم الوقت. 5 دقائق كل طبقه ديال الكيك. انا تقريبا كطيب ليا ما كاينه حتى 4 ديال الدقائق كطيب ليا، يعني ردوا البال باش هكا ما يتحرقوش لكم. كناخذ مقله اللي اكيد تكون ما تتلصقش من الاحسن، وغنحاول انني هكا ندهنها بالزبده ورشها بالدقيق، وكندير هكايا ديك الطبقه الاولى هكا ديال الكيك. عندكم نتوما يعني مقيلات كثار في الدار قد مع بعضياتهم، راه يمكن لكم ديروا هاد الطبقات يطيبوا في خطره واحده. انا كنت هنا حتى كنطيب هكا الكيكه الاولى عافيه مهيله شمعه، وراه دغيا كطيب. كنحاول انني كنقلبها هكا حتى كنلقى الوجه ديالها نشف. كنحاول انني كنقلبها غير كينشف ليا الوجه ديالها هكا من الفوق، ما يبقاش نهائيا رطب باش ما تلصقش ليا. وتنحطهم في المنديل هكا وحده. كنحاول انني كنغطيهم وكنخليهم حتى كيبردوا. هنا انا كنت فين ما كنطيب هكا شي كيك كنخلي المقله غير تبرد غير شويه، وندهنها بالزبده ورشه بدقيق، وندير هكايا الكيكه الاخرى كيف ما قلت لكم دغيا تطيب. كناخذ هنا الكريمه، هو صراحه هو لا ما كاينش ما احسن منها، وهي كتكون زوينه بزاف تخدموا بها اذا كنتو بغيتو تخدموا واحد الحلوه ديال لا كريم في وقت اللي قياسي كيف ما انا خدمتها. يعني هي كتجي قابطه اكثر، او استعملوا الشونتيي المهم اللي متوفر عندكم. كناخذ هنا بالنسبه للطورطه احتاجيت واحد 500 ملي ديال الكريمه السائله. هنا بالنسبه للكريمه انا راه كديرتها تبرد باش هكا تطلع ليا بسرعه، وفي نفس الوقت ملي طلع عاقده. صافي كنخدمها مزيان هكا بالطراب الكهربائي. راه صراحه الا ما عندكمش الطراب الكهربائي يمكن لكم تخدموها بالطراب اليدوي. انا كنت قبل في ايامات هكا زواجي ما كانش عندي الطراب الكهربائي وكنت خدمتها، ولكن هي صراحه باش غادي تطرب لكم كتاخذ منكم واحد الوقت كبير، كتبقاو طربوا واحد الوقت كيف ما قلت لكم كبير، ولكن راها كتطلع. بالنسبه لك الاخوات اللي غيتشهاو كحلوه ديال كريم وما عندهمش الطراب يعني الكهربائي، غتخدموها بالطراب اليدوي، ولكن غادي تصبروا واحد شويه وانتم كتخلطوا تقريبا واحد ربع ساعه وانتم ما حابسينش حتى كتطلع لكم، والكريمه تكون بارده تماما. وحتى هذاك الخليط فاش غطربوها يكون هكا بارد، يعني تكونوا دخلتوهم للمجمد غير يبردوا بزاف ماشي يقصاحوا. صافي بعد ما طربت هذيك الكريمه ديالي انا خليتها هكاك. الكريمه هذا هو راه كتكون بنينه وحتى كتكون حلوه، يعني انا حاولت انني نخدم هكايا ما زدت فيها حتى اضافه. صافي كناخذ ديك الطبقه الاولى ديال الكيك كنسقيها هنايا بالكاس ديال الحليب اللي ضفت ليه واحد معلقه ديال السكر مع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وحاولت انني نغليهم شي شويه. صافي درتو في ديك القرعه خليتهم كيبردوا. صافي كندير ديك الطبقه الاولى ديال الكيك وكنسقيها مزيان بهذاك الخليط. بالنسبه لهاد الكيكه اللي كتكون ديال المقله صراحه سقيوها بزاف لانها كتجي هكا شي شويه ناشفه، ما تخافوش منها نهائيا، غير هكا تقبوها وسقيوها.
كندير هكا الطبقه الاولى ديال الكريمه. هنا في الوسط هاد المساله كتبقى اختياريه، ولكن كل ما درتو اضافات كونوا متاكدين ان المذاق تيكون مميز. درت هنا كان عندي الكراميل غير صنع منزلي، يعني غير ديال الدار، كان عندي شويه، وكتضيفوا شي حاجه اللي كتكون هكا كتعطي ديك التقرميشه. هنا ضفت شويه ديال رقائق ديال الذره، شويه ديال اللوز ايفيلي، شويه ديال الشوكولا اللي متوفر عندكم، كتجي واحد المذاق واحد الانسجام زعما ما نعاودش لكم. هنا كندير الطبقه الثانيه ديال الكيك. كنحاول انني كنسقيها تماما مزيان، ما تخافوش كيف ما قلت لكم، غير حاولوا انكم تسقيو باش هكا كتشرب لكم وكتجيكم فتيه وكتجي رطبه. كنسقيها وكندير عاوتاني الكريمه هكا، اللي كنحاول انني نديروها غير بمعلقه، نتوما ماشي ضروري ديروها في هذا البوش، انا كندير هكا في هذا البوش باش كتجيني سهله، او ديروها غير في بلاستيك هكا عادي باش تجيني سهله هكا في الخدمه ونخدم بسرعه. صافي كناخذوا هكا اي اداه حاولوا انكم تقادوا بها هكا الوجه ديال الكريمه ديالكم، يكون هكا شويه الوجه مسطح باش تجي الطبقات تماما بحال بحال. بالنسبه للحساب اللي ما عندهمش هاد الاداه هذه، راه يمكن لكم تستعملوا غير المعلقه، غير هكا بالخاطر وبشويه حتى كتقادوا ليها هكا ديك الوجه ديالها تماما. صافي وكندير هنايا ثاني الطبقه ديال الكراميل مع داك المقرمشات اللي درت انايا، كيف ما قلت لكم غير داكشي اللي عندي هكا في المنزل درتو. الكراميل حتى هو عطى واحد المذاق اللي زوين، والكراميل راه باش انكم تحضروه هكا في المنزل راه ساهل، ما كياخذش الوقت نهائيا. صافي كندير هكا كيف ما لاحظتوا، وكنحاول انني كنكون هكا شي شويه سخيه، خصوصا لاننا عندنا غير واحد جوج طبقات هما اللي كنعمروهم. صافي اخر طبقه كنضيف هنايا الكيك، وغادي نضيف هنايا داك الكيك يعني على الوجه اللي كنكونوا طيبنا من التحت هكا باش تجيني مقاده في الوجه ديالها. كنحاول انني كنضغط هكايا كيف ما لاحظتوا باش كنشوف هكايا ديك الجوانب اللي كيكونوا خاويين من الكريمه، حاول انني نعمرهم هكا في الفوق باش تجيني الطارطه ديالي مقاده. صافي غنحاول انني نسقي هكا مزيان تماما، ضروري كتسقيو مزيان وكتسناو على ديك الكيكه حتى كتشرب لكم، او الطبقه ديال الكيك حتى كتشرب، وتعاودوا تسقيو. ما تخافوش نهائيا انكم تسقيوها، كيف ما قلت لكم كل ما سقيتوها كل ما كتجيكم بنينه وكتجي هكا متشربه. صافي كندير ثاني طبقه هذه الاخيره ديال الكريمه، ونحاول ان نقد هذا الوجه مزيان مزيان. هذا الوجه يمكن لكم تقادوا حتى هكا بشي سكين اللي يكون عندكم كبير، تقادوا به بسرعه كيتقاد. يحاولوا انكم توركوا باش هكا دوك كيف ما كنقولوا حنا دوك الخويات اللي كيكونوا هكا ديال الكيك يعمروا مزيان بالكريمه. صافي كنقاد لها هكا الوجه ديالها مباشره كنديموا ليها داكشي. علاش قلت لكم هاد الكريمه هذه اذا كانت بارده، هذه او اي كريمه، راه يمكن لكم هكا يعني ديموليوها في ساعتها، في ديك الدقيقه اللي نتوما هكا صوبتوا فيها، ما تحتاجش نهائيا تدخل المجمد، عاده تقبط في راسها، عاده تخرجوها وتقادوا هكا الجوانب. صافي وكنحاول انني كناخذ هكا دوك الجوانب هكا ديال الكيك، وكنحاول انني كنعمرهم مزيان هكا بالكريمه. هنا اذا كنتو غديروا هذاك التزيين ديال اللوز او كاوكاو ايفيلي، ما تحتاجوش تعمروا مزيان بالكريمه، يعني غادي غير تملسوا هكا بالكريمه وصافي، غادي ديروا حتى داك التزيين ديال الكاوكاو ايفيلي او اللوز ايفيلي في نفس الوقت كيخبي لكم هكا العيوب، وفي نفس الوقت ما تحتاجوش نهائيا كميه ديال الكريمه. انا مادام غادي ندير هذاك التزيين ديال هاد الاداه اللي كتكون هكا متشرطه، يمكن لكم تستعملوا هكا الشوكه، لهذا غنحاول انني نعطيها الخطر ونعمر ليها الوجه ديالها هكا دوك الجوانب ديالها مزيان بالكريمه. صافي كندير هاد الاداه كيف ما قلت لكم اللي كتكون هكا مشرطه، وماشي ضروري راه حتى بالفرشيط قاد الغرض انكم ديروها. هنا غادي ندخلها للمجمد على الاقل واحد تقريبا ساعه ديال المكانه، انا اللي خليتها ساعه ديال المكانه بالضبط خليتها في المجمد. نتوما بغيتوا هاد الطارطه انكم تحطوها حتى الغد لي، راه يمكن لكم هكا غير تغطيوها مزيان باش ما تشربش لكم هكا الريحه ديال المجمد، خصوصا كانت فيه شي حاجه، وتخليوها تبات، ما تخافوا منها والو. كل ما باتت كل ما كتخرجوها كتلقى راسها صافي وكتخدموا بها. هنا غادي ندير معكم هذا الكاناج اللي كيجي صراحه زوين بزاف. هذا كاناج اللي كيجي اقتصادي وسهل، وحتى هو كيف ما قلت لكم ما يحتاجش ان الطارطه تبات باش انكم تقدموها. خديت هنا واحد جوج المعالق اللي يكونوا عامرين كيف ما لاحظتوا ديال كاكاو المر، وضروري يكون كيف ما قلت لكم من النوعيه الجيده. اذا استعملتوا شي كاكاو اللي كيكون غير اللون ديالو اسود غامق وهو ماشي كاكاو، كونوا متاكدين غيجيكم داك الكاناج حار، ما غتقدوش عليه نهائيا في الماكله. لهذا اذا ما عندكمش نتوما يعني كاكاو من النوعيه الجيده هكا كتاخذوه ديال العبار، حاولوا تاخذوا داك ديال لي ساشي، تاخذوا هكا جوج ولا ثلاثه ديال لي ساشي مع واحد جوج المعالق كبار اكيد ديال السكر سنيده حتى ل3.
كنحاول انني كنخلط مزيان داك السكر مع الكاكاو، وكنضيف هنا كاس ديال الماء بالعبار ديال كاس العنبه. كندير واحد الكميه اللي قليله هكا ديال الماء حتى كنخلط مزيان دوك المكونات. عاد كنزيد الكميه الاخرى بشويه بشويه، وانا كيف ما لاحظتوا كنخلط مزيان، وانا كنضيف الماء غير من الصنبور. ما تخليوش نهائيا دوك الحبيبات ديال الكاكاو هكا باش يجيكم هذا الكاناج يجي لامع، وما تحتاجوش نهائيا انكم تصفيوه. على عافيه مهيله مع التحريك المستمر، ضروري عافيه مهيله. التحريك المستمر ما تغفلوش عليه، الا غفلتوا عليه راه كيفيض لكم حتى كيبقى كينشف كيتشرف داك الماء وكينشف، حتى كنحصلوا عليه هكا كيكون ثقيل، وكيكونوا دوك الفقاعات اللي كيكونوا كبار ما كتبقاش فيه نهائيا ديك الرغوه. مباشره كنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الزيت نباتيه، وانا كنحرك. هذيك الزيت النباتيه هي اللي كتعطي داك اللمعان. كيف ما يمكن لكم انكم ديك الزيت النباتيه تعوضوها بواحد المعلقه ديال الزبده اللي تكون من النوعيه الجيده. هذيك الزبده حتى هي كتعطيها بنه وكتعطي داك اللمعان. بالنسبه كيف ما قلت لكم هذا الكاناج ما نخدموش فيه ديك الساعه، غادي نخليوه حتى كيدفى تماما مره وحنا كنحركوه باش هكا يبقى لينا لامع وما يتقصحش لينا نهائيا. كنخرج هذيك الطارطه ديالي، كناخذ شويه ديال الكريمه، كنحاول كنزينها هكا، كنديرها في واحد القمع، وكندير هكا هاد الوريضات في الجناب. ديروا اللي بغيتو نتوما تزيين، او حتى اذا ما بقاش عندكم الكريمه ما ديروهاش نهائيا. يمكن لكم ديروا داك الكاناج هكايا فوق من الطارطه ديالكم. صافي كنخرجها كيف ما قلت لكم من المجمد. عاد كنخلي هذاك الكاناج كيدفى، وكنحاول كنديرو هكا في الوسط. كناخذ ثاني واحد البوش هكا، واحد بلاستيك غذائي، وكنضيف ليه هنا شويه هكا ديال داك الكاناج، وكنحاول كندير هكا واحد الدميات هكا في الجناب. هاد المساله فقط كتبقى مساله ديال التزيين. هاد الكاناج كيجي لامع صراحه كيف ما قلت لكم، واقتصادي وما فيهش نهائيا الجيلاتين، كيجي زوين بزاف. حتى المذاق ديالو كيجي بنين، لانني خدمته هكا الشوكولا من النوعيه الجيده. صافي كيف ما لاحظتوا هانتوما راه القبص كيبان فيه بكثرة ما هو كيجي ناعم. صافي كنحاول انني كنزين هكايا. التزيين كيبقى اختياري اللي متوفر عندكم. كيف ما قلت لكم عندي هنا دوك الحبيبات ديال الشوكولا اللي باللون الابيض وبالاسود هكايا. كنحاول كنزين هكا هادوك الوريضات اللي خرجت هكا بالبوش، وغندخلها المجمد غير واحد تقريبا واحد نصف ساعه، غير باش يقبط ليا هكا داك الكاناج من الفوق يقبط ليا. صافي غادي نخرجها. كتجي واحد الطورطه ما نعاودش لكم زوينه بزاف. وصراحه هاد الطورطه راه ما خداتش لي انا الوقت باش انني نحضرها، وكتجي بنينه ما نعاودش لكم. عائلتي حماقوا عليها، غير جربوها غادي تعجبكم. الطورطه اللي حضرتوها في المنزل كانكم خديتوها من باتيسري اللي كبيره. ملي كنبغي نقطع هكايا ضروري كنقطع القطعه الاولى، وكنمسح داك السكين كيف ما لاحظتوا. عاد كنقطع هكا باش يبقاو ليا دوك الطبقات ديال الطورطه ديالي باينين. راه كتجي ما شاء الله، غير الشكل ديالها المنيضر ديالها يعطيكم الخبر. البنه ما نعاودش ليكم. هنا ملي كنقطع فيها وليداتي كاملين مستفين حدايا كيقولوا لي يلا ماما سربي لي التصوير باش تعطينا، لان صراحه كتشهي وجات بنينه. الحمد لله انها عجبتهم. نتمنى انكم تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم ان شاء الله. غير تبعوا هكا الخطوات كيف ما عطيتها لكم هكا في الفيديو ان شاء الله. اي تساؤل هكا بغيتو خليو لي غير في التعاليق، وان شاء الله غادي نجاوبكم باذن الله. ما نعاودش نشكر فيها، هي شكرا راسها. نتوما كتلاحظوا غير من التقطيعه ديالها ديك صراحه الكيك كيجي زوين بزاف. اخوات اللي ما عندهمش هكا الفران راه كيجي لذيذ بزاف، وحتى الا عندهم الفران اعتمدوا هاد الطريقه لانها سهله، خصوصا اذا ما كانتش كتنجح لكم هكا الجينواز. هذه كتبقى اسهل طريقه واسرع طريقه صراحه، وكتجي صراحه بنينه. بهاد الكيك ديال المقله كتجي رطبه بزاف وخفيفه بحال الجينواز تماما. غير جربوها ان شاء الله. غادي نتسنى ارائكم. بالصحه والراحه، خليتكم على خير. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وتخليوا لي لايك ديال